احكي لكم موقف حصل معايا من يومين. الموقف ده اتعلمت منه يعني درس. يعني الحياة عموما احيانا بيبقى في اشياء بتحتاج منك مجهود بسيط، وانت شايف انه المفروض انها تتعمل حاجة معينة انت شفتها بعينك في بيتك في حياتك، محتاجة ضبطة معينة، فانت بتطنش او مجهود منك معين، فانت بتطنش تعمل الحاجة دي. لما بتطنش مباشرة بتضطر بعدين تعملها، ده إذا قدرت أصلا تعملها، وبتكلفك مجهود ووقت كبير. الموقف اللي حصل معايا وتعلمت منه إن المفروض ما نطنش الحاجات الصغيرة هو كالتالي. من يومين كنت طبعا رايح مشوار على الطريق السريع، وطبعا ما كنتش عامل حساب ان المشوار ده جالي فجأة، فكنتش مفول العربية جاز. طبعا حطيت يعني اقل، كان موجود فيها اقل من نص التانك، والمفروض ان انا طالع يعني الساعة 3 الفجر. فطلعت ركبت العربية ومشيت، وصلت اللي انا كنت اوصله ده، وانا راجع اخد الطريق السريع. طبعا على الطريق السريع في اكزيت يعني تخرج كده تلاقي جاز ستيشن، تفول تعمل اي حاجة. فطبعا العربية قدامي يعني خلاص داخلة على ان هي الجاز هيخلص وكده، فقلت مفيش مشكلة نفول، في اكزيتات كتير يعني قدامنا، الاكزيت الجاي نفول، اللي بعده نفول. فكسلت، يعني كان ممكن اخد اي اكزيت منهم واطلع افول، بس على اساس ان الهاي واي ده او الطريق السريع في كل 5-6 مايل هتلاقي اكزيت تطلع تفول مفيش مشكلة. فالكسل ومع البرد بقت، يعني الواحد كان فعلا برد وكسل وبتاع، مع انك انت تطلع بالسيارة تفول وترجع وتكمل عادي. كسلت، قلت يلا الاكزيت اللي بعده يعني شوية. المهم مريت، سبت اخر اكزيت وقلت الاكزيت الجاي خلاص بقى هطلع، يعني هطلع. اتفاجئ ان الاكزيت الجاي بعد حوالي 35 ميل، والعربية اصلا دخلت على الاحمر، يعني اخرها تمشي مثلا 20-25 ميل. فانا بمجرد ما فاتني الاكزيت مش هتقدر ترجع لورا، ده طريق سريع يعني فيها مشكلة كبيرة. فخلاص بقى قلت نكمل لغاية يمكن ان شاء الله تكمل لغاية الاكزيت. جت قبل الاكزيت بميل، انتوا عارفين الميل يعني مش عارف بيطلع كام كيلو. وقفت العربية خلاص، انتهى الجاز، مفيش نهائي. احنا بنقول عليه غاز هنا لكن هو بنزين يعني. فخلاص وقفت العربية. المشكلة اللي كان ممكن اطلع في ثانية بالعربية افول وارجع تاني على الهاي واي، وما عملتهاش وكسلت. يعني عايز اقول لكم وقفت العربية، فاخدت ميل كامل مشي على الطريق السريع، طبعا على جنب من تحت، لان ممنوع اصلا قانونيا. لو بوليس شافني فيها مشكلة كبيرة، فيها مشكلة يعني كجريمة، لانك انت كده ممكن تشتت الناس لسايقة وتعمل حوادث كبيرة. فانا حتى كنت ماشي ورا السور تحت خالص في العفش وفي الحشيش والاشجار والحاجات دي. مشيت ميل كامل، رحت اشتريت جاز ورجعت نفس الميل تاني. خدت في الموضوع ده يمكن بتاع ساعتين الا حاجة بسيطة مشي رايح جاي. وطبعا يعني عشان تجيب حد يعني يوصلك وانت على طريق سريع، هيقول لك انت في انهي مكان ويوصل لك ازاي، وصداع كبير، ومعاك 5 ساعات 6 ساعات لو لقيت حد اساسا يجي لك، لو عرف اصلا يوصل لك في النقطه اللي انت فيها على الطريق السريع. فموضوع يعني الخلاصه ان هو كان ممكن يخلص في 5 دقائق، اطلع افول عادي، وكنت كده هفول، فبس ما فولتش، قلت استنى وكسلت. ففي الحياه عموما بتبقى في مشاكل بسيطه في حياتنا، او في مش مشاكل، حاجات عاديه المفروض نعملها، يعني حاجه معينه المفروض تعملها كويسه لصالح بيتك، لاهلك، لناسك، لمراتك، لاولادك، وتعديها مره. لما عديتها المره ديت، لو ما لحقتهاش تاني بسرعه، كل ما تعدي تكبر، ممكن ما تتحلش اساسا، ممكن تبقى فيها مشكله كبيره بعد كده. فهي دي الحياه عموما. واتفرجوا على الفيديو عشان يعني تضحكوا على اللي حصل معايا. الفيديو بعد ده على طول. سلام. يعني العربية عملتها معايا وعلى الطريق السريع والجاز خلص. اضطريت اخدها مشي بقت يعني مايل رايح ومايل جاي عشان اروح اجيب جاز. هنعمل ايه بقى؟ المواقف اللي مش كويسة اللي بتحصل. كنت متخيل ان الجاز اللي فيها ممكن يكفيني لغاية اقرب جاز ستيشن، للأسف على بعد مايل run out of gas. يلا سهلة.